السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة كويزين أب. اليوم جبت لكم صابلي رائع، يعني الصورة تعبر عليه، بسيط، شكل يعني بسيط ومختلف، مع بعض النصائح باش تنجحوا فيه. أولا، هاد العجينة خاصة بالصابلي المطبوع. يعني واش هو الصابلي المطبوع؟ يعني اللي يجي فيه رشمات من الفوق، مثلا كيما هادو العبارات، كيما هذه تاع الصابلي المطبوع. مثلا هذه غير باش تفهموا بلي ماهوش كيما الصابلي الاخر، عنده عجينه خاصه به. يعني نبداو ان شاء الله ونخبركم سر نجاح هذا النوع من الصابلي. بسم الله. اولا عندنا كاس تاع سكر كلاص، كاس مايزينا، 250 غرام مارغرين طريه بحراره الغرفه، عندنا زوج صفار بيض وبيضه كامله، يعني زوج صفار بيض وبيضه كامله، عندنا ملعقه لافاني، مغرف صغيره لافاني، عندنا مغرف صغيره خميره كيميائيه، وقرصه تاع ملح. بالنسبه للتزيين نحتاجو فيما بعد شوكولا، وعندنا مربى المشمش، وعندنا جوز الهند، هادو نحتاجوهم فيما بعد. نبداو على بركه الله بالعجينه. نحطو الزبده تاعنا هكذا، ونزيدو شويه ملح، يعني الملح هذا الدور تاعو انه يقلع لنا البنه تاع العجين تاع الفرينه هذيك، يقلعها، يعني القرصه تاع الملح ضروريه. نزيدو معها السكر كلاص، نزيدو معها السكر كلاص اولا، نخلطو المارغرين مع السكر كلاص حتى يذوب لنا معها مليح مليح، يعني غير بالعقل. نزيدو صفار البيض، نزيدو صفار البيض مع بيضه كامله، ونخلطو مليح ايضا هكا حتى تولي لنا ينسجم الخليط. الا عندك باتر ديري في الباتر، مكاش مشكل. الا ما عندكش ايضا خلطي غير هكا. اذا بعد نزيدو لافاني تاعنا، نزيدو المايزينا، ونخلطو مليح. خلطي مليح حتى تلايم العجينه، تلايم العجينه نتاعنا، يعني نخلط مليح ومن بعد نرجع. يعني بعد ما خلطت المايزينا مليح نضيفو يعني نصف ملعقه خميره كيميائيه. هذا هو السر نتاعو، يعني هو ما لازمش نكثروا له الخماره باش هذيك الرشمه نتاعو ما تروحش. من بعد كي يطيب تبقى لنا باينه هكذا. ونخلطوا مليح الخماره تاعنا والمايزينا، ومن بعد نزيدو الفارينه غير بالعقل هكا، نجيبها منا هكا ونخلط الفارينه تاعي، نضيفوها غير بالعقل حتى تتلم لنا العجينه. الصابلي لازم العجينه ما نيبسوهاش، ما تجيش يابسه.
وما ندلكوهاش، نلمو بلا ما ندلكو. اذا نضيف غير بالعقل، نجيبها منها كامل عندي، نضيف بالعقل هكا ونخلط. تشوفي لمي بلا ما تدلكي هكذا هكذا، ونكمل حتى نتحصل على عجينه. اذا بعد لما لمينا العجينه تاعنا تحصلوا على عجينه ملساء طريه، نحطوها ترتاح في بابي سيلوفان هكا ونخلوها ترتاح 10 دقائق حتى ربع ساعه. السر تاع نجاح عجينه الصابلي ان نخلوها ترتاح دائما على الاقل 15 دقيقه، خليها ترتاح ومن بعد نرجع. اذا بعد ما ارتاحت العجينه نتاعي راح نفتحها فوق بابي سيلوفان باش ما تلصقش. نفتحها حوالي بسمك حوالي 3 مليمتر هكا، فتحوها بالطول وبالعرض يعني باش تجينا نفس السمك هكذا كما راهي هكا. والان باش نطبعوها الصابلي تاعنا نطبعوه بهذه الاداه هذه اللي نحطو فوقها السخون، هذه راهي تتباع يعني في الاسواق، نشروها باش نحطو فيها، حنا نستغلوها باش نخدموا بها حاجه شابه. الان بعد ما حليت العجينه نتاعي بالسمك هذا يعني زيد شويه مازالت خشينه، نزيد لها حتى 3 مليمتر عفوا هكذا، يعني تكون نفس المقاس. واش نديرو؟ نجيبو هذه الاداه قلنا ونطبعوا بها على العجينه نتاعنا، نطبعوا بها باش يخرجوا فيها هذه الكاريات هكذا بهذا الشكل، ونفوتوا عليها اللولو يعني مليح هكا هكا، يعني اسيي هكا تدور بها بالعقل باش تدخل فيها هذيك الرشمه مليح هكذا. تشوفي كيفاش خرجت يعني. ونزيدوا هذا الكوتي تحتاني كذلك كملوا باش نطبعوا كامل العجينه نتاعنا بطريقه شابه هذيك، نضربوا كامل باش تدخل مليح وتبان الرشمه تاعنا، باش يبانوا هذوك الكاريات بطريقه غير بالعقل هكا هكذا. وتجيبوا اي طابع عندك، انا فضلت هذا. اذا بعد ما شكلناها على هذا الشكل نطبعوها بهذا الطابع، ندير الطابع الورده هكذا، ولا هذا الشكل ايضا اوفال بهذا الشكل هكذا هكا. نزيدوا الورده ايضا منه انا نكمل التشكيل تاع لاباط صابلي تاعي ونحطهم يطيبوا في فرن درجه حراره 170 درجه لمده ربع ساعه، يعني الصابلي ما تخليهش يطول في الكويزينير تاعك سينو يشف ويبس. ربع ساعه تكفي، ونرجعوا من بعد ونشوفوا طريقه التزيين ان شاء الله. يعني هنايا بعد ما كملت هاوليك الصابلي نتاعي خرج شباب وهايل. لاحظوا المربعات واضحين، لاحظوا واضحين، يعني اذا التزمتوا بهذه العجينه راح يخرج لكم الشكل. يعني ما تزيدوش الخماره فوق اللازم، الخماره يعني تكون قليله، والمايزينا هي اللي تخلي لنا الصابلي تاعنا يجي شباب ويجي طري والشكل تاعو بيض وشباب. اذا هنايا بعد ما لصقته، راني لصقتها ما صورتهاش هذه المرحله، لصقته بالمعجون ودرت له جوز الهند مع الاطراف كيما الصابلي العادي. ننتقلوا للتزيين التالي. من بين التدابير اللي نديرهم انا عندي هذو، شكون ما يعرفهمش بايط تاع الحليب كامل تعرفوهم، انا هذو ما نرميهمش
نغسلهم بيان. كي تجي حاجه كيما هذه نستعملهم رائعين صحيحين للكلاصاج للشوكولا. العمل هذا يعني جد عمليين. والان نحمروا الساشي تاعنا هكا بالشوكولا بعد ما نكونوا ذوبناها في حمام مائي. هاي ليك الشوكولا تاعنا، زيدي لها 3 مغارف حليب وذوبيها فوق حمام مائي حتى تذوب بهذا الشكل. نبداو على بركه الله التزيين تاعنا يعني هكذا، ونديروا نقاط في اماكن التقاطع تاع المربعات بهذا الشكل. بالعقل سي كيفاش تخدمي خدمه نقيه ومتقونه باش ما نوسخوش الصابلين تاعنا. اذا كيما هاك بهذه الطريقه انا نكمل الحبات كاملين ونرجع نشوفوا الشكل النهائي. اذا هذا هو الشكل النهائي نتاع الصابلين تاعنا، جربوه اكيد راح يعجبكم. اعطوني رايكم في التعليقات، وشكرا على المتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.